مفاجأة مدوية: الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على خطف كيليان امبابي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبور. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، هل يذهب كيليان امبابي إلى ريال مدريد أم لا؟ شاركونا بالتعليقات. انضم عملاق سعودي لسباق التعاقد مع الفرنسي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فإن الهلال يسعى لكسب ود كيليان امبابي في الفترة المقبلة، ويخطط الهلال لجلس نبض امبابي بشأن رغبته في اللعب بالدوري السعودي، ورغم تأكيد المقربين من اللاعب بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد. وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن الهلال سيعرض على امبابي 400 مليون يورو خلال عامين، بالإضافة إلى دفع 200 مليون يورو رسوم انتقاله من باريس سان جيرمان. وأشار إلى أن الهلال سيعقد جولة من المفاوضات مع امبابي خلال الأسبوع المقبل لإقناعه بالعرض. ويطمح الهلال في تعويض خسارة صفقة ليونيل ميسي الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميلان من خلال الحصول على توقيع امبابي. كانت تقارير بريطانية قد أكدت وجود امبابي على طاولة الدوري السعودي للمحترفين دون تحديد اسم نادي، واستبعدت إدارة باريس امبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك للضغط عليه من أجل حسم مستقبله. اللاعب أخبر ناديه عزمه البقاء معه حتى نهاية عقده ثم الانتقال إلى ريال مدريد مجانا، وذلك لضمان الحصول على مكافأة التوقيع، لكن القرار الأخير أربك كل الحسابات. جدير بالذكر أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 عاما انضم إلى الفريق الباريسي في صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسي، حيث سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين، وذلك خلال 260 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.